مساء الخير عملائنا الكرام، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. عملاء مركز متخصصون في زراعة الشعر الطبيعي. طبعا البيشن النهاردة كان عندنا مرحلة 7 زي ما حضراتكم شايفين كده. ده كان قبل الزراعة، زرعنا له 2400 جرافت مع تنسيق خط الجبهة اللي هو اختاره بنفسه. طبعا المراحل ال7 دي بتبقى مرحلة كبيرة طبعا ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. زراعة 2400 جرافت مع تنسيق خط الجبهة طبعا اللي هو اختاره زي ما احنا متعودين مع المتخصصين في زراعة الشعر الطبيعي. حاجة محترمة جدا بكثافة عالية زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. عايز اقول لكم طبعا ان مركز المتخصصون متميز في الكثافة العالية زي ما حضراتكم شايفين. مفيش أي فراغات ما بين الشعر خالص. طبعا الصورة بتتكلم عن نفسها. خط الجبهة متناسق جدا لايق مع البيشنت زي ما احنا شايفين كده. كثافة عالية، كثافة جميلة جدا، وده ما بيحصلش غير مع المتخصصين في زراعة الشعر الطبيعي والدهن والتجميل. وإن شاء الله انتظروا المزيد من الحياة. طبعا الزراعة باينة قدام حضراتكم اهي، بخط الجبهة بالكثافة. البيشنت عندنا هو اللي بيختار كل حاجة بنفسه، وهو اللي اختار خط الجبهة يكون بالطريقة دي. والمرحلة ال7 دي بتبقى صعبة جدا في بعض الحالات، لكن ما شاء الله زي ما احنا شايفين كثافة عالية جدا. عملنا له لغاية ما قبل التاج وهو مبسوط جدا جدا جدا. حاجة محترمة جدا، وانتظروا ان شاء الله المزيد من الحالات. واحنا بنشكرك طبعا ان انت استحملت معانا. طبعا المرحلة ال7 طبعا بتبقى البيشنت في وقت كده طويل شوية، لان بنغطي منطقة الصلع كاملة لغاية ما قبل التاج. وحضراتكم شايفين الكثافة عاملة ازاي. وان شاء الله تنورونا في مركز المتخصصين في زراعة الشعر الطبيعي والدقن والتجميل. شكرا.